هل كولر بالفعل قرر الاستغناء عن علي معلول؟ تفتكروا المدرب السويسري شايف إن لسه الأهلي محتاج مهاجم أجنبي جديد؟ وإيه اللي هيحصل لو تم قيد معلول بدل ما يتعاقدوا مع واحد جديد؟ هل الأهلي هيقدر يجيب كوتشيستا ولا الملف هيفضل مفتوح؟ وتفتكروا رأي كولر ممكن يتغير في آخر لحظة ولا هيفضل ثابت على قراره؟ الأسئلة دي بقت شاغلة بال جماهير الأهلي بعد كل تصريحات كولر، والكل مستني يشوف القرار النهائي. قوم يا ابني معايا، قوم. انا لميت لك حاجتك كلها في الشنطه دي، عايزك تشوف حته كده تقعد فيها عشان انا بعت البيت لابو معاطي. حرام عليك يا خالو، ده بيت امي. يلا يا بلاش مناهده، بلا خالو بلا ماله. حرام عليك يا ابويا بقى اما اخد تمثال ابويا. اجري. كولر مصمم على عدم قيد معلول وبيطالب بمهاجم أجنبي جديد. المدرب السويسري مارسيل كولر لسه متمسك برأيه ومقيدش علي معلول في قائمة الفريق، وبيصر على التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد. القرار ده سبب جدل كبير جوه النادي الأهلي، خصوصا إن الإدارة عايزة تسيب معلول عشان تاريخه مع الفريق. هنا حصل خلاف بين كولر والإدارة. القرار ده عمل انقسام بين كولر وإدارة النادي الأهلي. رئيس النادي محمود الخطيب عايز يقيد علي معلول عشان بيساهم مع الفريق بشكل كبير، أما كولر في رأيه إن معلول ملوش لازمة دلوقتي، خصوصا إنه غايب عن الملاعب من شهر 5 اللي فات بسبب إصابته في وتر أكليس. التعاقدات الجديدة وتأثيرها على القيد: خلال فترة الانتقالات الشتوية الأهلي ضم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والقطري الحالي واللي كان في الدوري القطري، وكمان قربوا من ضم السويسري ديرك كوتشيستا من سيرفت السويسري. التعاقدات دي ممكن تأثر على قيد علي معلول في القايمة، خصوصا إن عدد الأجانب في الفريق محدود. موقف معلول إيه في كل ده؟ المستقبل بتاع معلول دلوقتي متعلق، والقرار هيكون عند كولر والإدارة، هل هيتقيد ولا لأ؟ ولو اتقيد مشاركته في المباريات هتكون على يد كولر، واللي معروف إن قراراته صعبة جدا إنه يغيرها. أما عن التوقعات فمن المتوقع إن الجدل يستمر حوالين قيد معلول في الفريق، خصوصا مع إصرار كولر على رأيه في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وده ممكن يؤدي لقرارات حاسمة بخصوص مستقبل معلول في الأهلي في الفترة الجاية. السؤال الكبير دلوقتي: هل كولر هيفضل على موقفه ولا هيتراجع عن قراره ويقيد علي معلول؟ الأيام الجاية هتكشف لنا أكتر عن تطورات الملف ده.